أول تعليق مغربي على تصريحات معتز إينو الغير مقبولة. بدأت ردود الأفعال المغربية تأتي على تصريحات معتز إينو لاعب الأهلي السابق بالأمس في أحد البرامج التلفزيونية. معتز إينو خلال البرنامج التلفزيوني تحدث وأكد أنه معجب بضرب حسين الشحات لاعب نادي بيراميدز محمد الشيبي، وذلك بعد أن صفعوا على وجهه في مشهد عار على الكرة المصرية ندد به الجميع ممن لديهم أخلاق وإنسانية حتى من جمهور الأهلي نفسه. معتز إينو قال بالنص في البرنامج: الألم ده مكيفني، في إشارة لإعجابه بما حدث، وهو أمر لا يوجد له أي تعليق. تقارير صحفية مغربية صادرة اليوم نقلت تصريحات معتز إينو مؤكدة أنها تصريحات تثير الفتنة بين الشعبين المصري والمغربي. المعلومات القادمة من المغرب تؤكد أن هناك حالة من الضيق لدى الشارع المغربي بسبب تصرف حسين الشحات، ومن بعده تصريحات إينو الغير واعية لمجريات الأحداث. ونحن في النهاية لا نحب الفتن ولا نريد أن نكون طرفا فيها، ولكن الموضوع يجب ألا يمر مرور الكرام، وإلا ستكون المواجهات المغربية المصرية صعبة جدا خلال الفترة القادمة.